السلام عليكم ومرحبا بكم بنات في قناتي مرة أخرى. اليوم جيتكم فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم ماهوش تاع وصفة، اليوم جبت لكم تدبيرة. كما على بالكم القناة تاعنا فيها حتى تدابير وأفكار ووصفات. دونك اليوم جبت لكم تدبيره لتلميع النحاس. كما على بالكم في البيوت الجزائريه لا تخلو من الاواني النحاسيه، وما كانش عروس يعني ما تديش معاها النحاس. حاجه اساسيه، وكي يتخبى ومع الوقت مع الاستعمال يتبدل اللون تاعو ويروح له هذاك اللمعان. اليوم انا حبيت نشارك معكم وصفه سهله ولا نقولوا تطبيره اللي بها تقدروا تلمعوا النحاس تاعكم يعني بلا القارص، الطريقه التقليديه اللي نعرفوها. وكاين دي برودوي اللي يلمعوا القارص. رايحين نحتاجو كبدايه. اصلا احنا عندنا مكونين فقط. المكون الاول اللي هو الخل الابيض. يعني من الضروري انه تستخدموا الخل الابيض لانه جد فعال في تلميع النحاس. ورايحين نحتاجوا كيما نقولوا حنا لاجاكس، ولا كاين اللي يقولوا الحبل تاع الماعن، ولا كاين اللي يقولها الحشفه، لكن استخدموا وحده تكون قديمه. يعني تكونوا مستخدمينها من قبل في الماعن باه ما تخبش لكمش النحاس تاعكم. اول حاجه رايحه نمسح هذاك تمسحوا القطع النحاسيه اللي حابين تلمعوها. كما راكم تشوفوا انا فقط نمسح، مازال ما استخدمتش يعني لا فورس تاعي باش نحكها. شوفوا راني بالعقل نمسح فيهم، يعني نبلهم بهذا الخل. من بعد راح نجيبوا المكون الاخر، فوالا اللي هو الملح. الملح ثاني بزاف هاي النحاس البنات، وهذه الطريقه شفتها عند اخت مغربيه يعني، وجربتها وقلت نفيدكم بها. احسن من القارص، وفي بعض الاحيان يعني يكون القارص بزاف غالي سورتو في فصل الشتاء. سمحوا لي البنات على الضجيج هذا. كما قلت لكم البنات تبداو تحكوا النحاس تاعكم بالمكونين هذو اللي هما الخل الابيض والملح، ورايحين تلاحظوا لمعان فوري على القطع النحاسيه تاعكم. من بعد كي تكملوا تحكوهم تقدروا تعاودوا لهم بالايزيس عادي تاع الماعن بسائل الاواني، تحكوهم عادي. ومن فتره لفتره تعاودوا لهم هذه الطريقه، راهي فعاله بزاف البنات. كما قلت لكم ما نقدروش دائما نوفروا المنتوجات الغاليه كما منتوج ميرور، يعني كميه تاعو مليحه، ما تقدريش ديما تشريه لانه غالي شويه. والنحاس هذا يحب دوريا تفقديه سورتو مع المناسبات تاعك. كما درك راهو جاي الشهر الكريم وحنا نحبوا نديكوريو به، نحبوا نزينوا الموائد تاعنا. سورتو هذا الشمعدانات حبيت نشاركهم معكم، وان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه. كما راكم تشوفوا البنات من بعد كما قلت لكم راح ندير لهم تشليله خفيفه بالسائل الاواني. وهذه هي النتيجه النهائيه البنات للاواني النحاسيه تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم تدبيرات تاع اليوم، وتشاركوها مع الاصدقاء تاعكم وتفاعلوا. راني نحتاج التفاعل تاعكم باه نحط لكم المزيد من الوصفات والتدابير في القناه تاعي. سلام.